سلام الشيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بالي انا طولت عليكم، بصح ان شاء الله منه وجاي ان شاء الله يكونوا وصفات شابين. وانتم ما تنساونيش غير بالدعم، وتنساونيش بالجيم والبارطاج، هذا مكان. كما راكم تشوفوا معايا هذا السخانه تاع ذوليمه النار الحمراء، ما يليق لها غير حاجه بارده. ولا خمم فيكم، جبت لكم حاجه بارده مام ديروها في المناسبه تاعكم باك ان شاء الله، والبيام راه فات اللي مازال ما دارش الحفله والخطوبات وكلش. انا ندير لكم معاكم حاجه كما قلت لكم، حاجه بارده اللي تبرد لكم على القلب. كما راكم تشوفوا هنايا غير بحبه بانان، حبه تفاح وحبه تشينا. هنايا اذا ما عندكمش حبه تشينا، كما نقولوا تشينا هي كاينه ماشي ما كاينش تاع الامبورطاسيون، بصح انتم بغيتو تشرو ما بغيتوش تشروها، راه كاين الخوخ، عوضوها بالخوخ. هنا ديت حبه كما قلت لكم، حبه تاع بانان، حبه تاع تفاح، وحبه تاع تشينا. نقيتهم ومن بعد شنو راح ندير له بالليم كيما هكا باش ما تكحليش يكحلوليش الحبات. هنايا كاع نمسح عليهم هكا. هنا نقطعوا البانان كيما راكم تشوفوا، نقطعوا قطع صغيره. نزيد التفاح تاني قطع صغيره، وكما راكم تشوفوا زدت التشينا اللي هي البرتقال، زدت قطعتها قطعه صغيره. ضفت لها مغرف تاع سكر، وهنايا نعصر عليها نص حبه تاع ليمون هنايا باش ما يكحلش الفواكه تاعنا. كما تشوفوا خلطتهم مليح مليح وخليتهم. هنا جبت الكؤوس تاوعي، نتوما اي كؤوس بغيتو ديروا هادو، ديروا صغار ديروا كيما تبغوا ديروهم. انا هاد الكؤوس هاد الكميه درت لي واحد ست كؤوس. نبدا نفرغ في الفواكه هذوك اللي كنت قطعتهم. كما راكم تشوفوا هنايا راه اللون الاصفر طاغي. كي تفرغوا راكم عارفين كيفاش تفرغوا، بلا ما نقول لكم راكم عارفين. شوفوا هذه التحليه تجي بزاف بنينه بنينه بنينه، ومع هذا البرد قلت لكم مع البرد مع هذا الحمان يا ودي والله لا تقلع لكم الغبينه تاع الحمان. ان شاء الله غير تجربوها البنات. ما تنساونيش كما قلت لكم، انا وعلى وليت ما نحطش لي فيديو لخاطر راه ما كان لا دعم لا والو، وكيما نصيبش فيه مشاهده مليحه وطالعه نمل. هنايا كما راكم تشوفوا نرجعوا للوصفه تاعنا. هنايا عمرت الكؤوس، شوفوا كي عمرت لي زعما تقريبا نصف الكاس تعمر لي. هنايا اش راح نديرو؟ هنا عندي كاس تاع الشربات اللي نديروها في رمضان، ندير الوصفه راكم نحطها لكم في اسفل الرابط. وعندي هنايا كاس تاع ليمون. انتم تبغوا ديروا ليمون تعصروه، ولا تبغوا ديروا كيما نقولوا هنايا جو هذاك اللي يتبع تاع الليمون. درت ملعقه تاع مايزينا، وهنايا درت الفلان. هنا راح ندير الفلان تاع كما كنتم تشوفوا تاع الليمون. درتها كامله، هي فيها 50 غرام. نفرغ كامل هذيك الكميه ونخلطها، نديرها فوق النار، نخليها تمتزج مع بعضها ونحطها. شوفوا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نخلوها غير شويه تدفى. هنا على جال الكؤوس باش ما يطردقوناش، غير شويه تدفى ومن بعد نبداو نفرغوها فوق هذيك الفواكه اللي حطيناهم. نعمروا كامل هذا الكؤوس كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم مش شرط ديروا الكؤوس اللي درتهم انا، ديروا نتوما دي فيغين صغار، زيتوا لك كنتو كما نقولوا عارضين هكا، ديروا دي فيغين صغار يجوا فين شابين. حتى كما قلت لكم على الشربات راكم نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو، الشربات تاع رمضان اللي نديروها. وبالنسبه للليم، تعصروا الليم ديروا قد كاس ولا ربع، كما نقولوا كاس غير ربع، وذاك الربع على الكاس الاخر تزيدوه تاع الماء باش ما يجيش محامض بزاف. ولا تشربوا الجو تاع الليم ثاني ديروه نفس الشيء، يعطيكم نفس الجو كما نقولوا. انا صراحه درت الجو تاع الليم اللي يتباع برا كان عندي. بعد ما عمرتهم نروحوا نديرهم في الثلاجه حتى يتماسكوا. هنا قبل ما دخلهم الثلاجه خلوهم يبردوا شويه كما نقولوا، يدوا الحراره تاع المطبخ. من بعد عاد دخلوهم الثلاجه على جال الكؤوس كما قلت لكم باش ما يطرطقوش. هنا يروحوا نخدموا لها نكملوا لها باش نديروا لها الديكور. هنا درت لكم الشونتي كاع تعرفوا تطلعوها. درت كاس تاع شونتي مع كاس تاع شربات ثاني، فهمتوني، باش نبقى في الكو تاع الليمون. وانتم ما عندكمش ديروا كاس تاع الماء عادي، ولا نصف كاس تاع ماء مع نص كاس تاع الليمون. كاس شونتي مع كاس تاع الماء. انا نعطيكم هذا الاخر وانتم تختاروا كيما بغيتوا. كي نجو نحطوا الكؤوس نبداو نزينوا فيها. هذوما الكؤوس تاعنا هنايا بعد ما بردوا غايه
انا درت هذا لادوي هذه درتها، وانتم لادوي اللي بغيتو ديروها ديروها. شوفوا ما عطاتني شكل شباب، نديروها من الفوق ديجا تكون صايت مسكت لنا هذيك الطبقه اللي درناها الزاوجه تاع الخليط تاع الكريمه هذيك، ماهيش راح تكون متماسكه بزاف كيما الفرون، لا تكون شويه فلويد كيما نقولوا هنايا مرخيه مرخوفه هكا. هنايا زينتها كما راكم تشوفوا، زينتها شويه تاع نعناع والليمون هكا باش تعطينا داك الانتعاش، كي نشوفوها يعطينا الانتعاش مع هذه السخانه. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تجربوها البنات. ما تنساونيش بجيم للفيديو والبارطاج مع اصدقائكم عائلتكم في المواقع التواصل، هكا باش تزيدوا تدعموني وتخلوني نزيد نحط لكم وصفات بزاف ووصفات جديده كما راكم تشوفوا. وراح تشوفوا نقسم لكم قوامه تاعها كي يجي داير الفواكه ومع هذيك الطبقه تاع الشونتي يجي بزاف روعه، والبنه ما نحكي لكم بنينه 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 حتى ما تأمنوش. وهنا في الآخر ما بقى لي غير نقول لكم إن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر في وصفة أخرى. سلام.